هو الانجليزي مهم عشان هاجي الامارات. طب ما انا هتعامل مع هنود وباكستانيين وما بيعرفوش يتكلموا انجليزي كويس. هو الانجليزي مهم. الانجليزي مهم لو انت مش عايز تشتغل شغلانه عاديه. هو انت من هنا مش اغلب اللي هتتعامل معاهم هنود وباكستانيين وبس. اغلب هتتعامل معاهم، تتعامل مع كل جنسيات دول مختلفه تماما. اللغه الوحيده المشتركه ما بيننا كلنا هي الانجليش. انا ليا حد من زمايلي كان بيقدم في وظيفه، كنا انا وهو بنقدم مع بعض. الرد بتاعه كالتالي، يعني انا حتى البنت ردت عليا قالت لي ده هو ما بيعرفش يتكلم غير عربي بس، بالرغم ان هو كان معاه خبره عمليه كويسه جدا في السيلز، بس ما عشان هو ما بيعرفش يتكلم عربي، ما بيعرفش يتكلم غير عربي بس، فللاسف ما اتقبلش في الشغلانه. احنا كنا بنقدم كل ده، احنا لسه بنقدم عشان ندخل انترفيو. فانت لو الانجليش بتاعك مش هيكون جيد على الاقل، فانت معلش انت جاي هنا تقدم على ايه؟ فانت هنا ما تحلمش بمرتب عالي. تمام؟ انت كده بقى لو هتفكر بالكونسبت ده يبقى معلش انت ممكن تروح تشتغل في اي مكان تاني، وعلى فكره في شغلانات ب 1200، وممكن تشتغل شغل يشيل لك السكن ويشيل لك الاقامه ويشيل لك الاكل، ويقول لك انت اخر الشهر هتاخد 1000، تاخد 1200، 1000 ونص. او ممكن شغل تاني يقول لك انت تشيل الاقامه وانا مثلا اشيل لك السكن. تمام؟ فاللغه مهمه. اللغه مهمه في اي دوله انت هتروحها. انت اللغه، انت هنا لو معاك لغه تانية فانت هنا معاك لغتين. اهميه اللغه العربيه وهي مهمه جدا، واللغه الانجليزيه. فانت بالفعل انت محتاج اللغه الانجليزيه. مفيش حد يقول لي اصل الانجليزي، ما تمشيش بالكونسبت ده. يعني انا بديك النصيحه، عايز تعمل بيها اعمل، مش عايز تعمل بيها ما تعملش، براحتك. انا دخلت مجال خدمه العملاء عشان في حد اعطاني نصيحه، قال لي انت مستواك كويس في الانجليش، طب ليه ما تقدمش في الشغلانه دي؟ ما دام انت مش لاقي شغل مثلا في اماكن معينه، قدم كخدمه عملاء ممكن تتقبل. طب ايه الشركات الموجوده؟ في شركه كذا وكذا وكذا وكذا. رحت قدمت، في حد من صحابي كان بيشتغل في الشركه اللي انا اول شركه اشتغلت فيها، وللاسف انا كلمته عشان يعمل لي ريفير ما ردش عليا. رحت انا قدمت في زيكلي بنفسي وربنا وفقني، ربنا دبر لي امري. هم خدوا وقت طويل عقبال ما ردوا عليا، لكن ربنا كرمني. تمام؟ وده كان فضل وتوفيق من ربنا، مش شطاره مني. ومهما اي حاجه توصل لها في الدنيا مش شطاره منك، هو بتوفيق وفضل من ربنا. اتعلم لغه يا باشا. انت معلش انت جاي هنا دوله بالعقل، يعني انت بتتعامل مع جنسيات يعني مختلفه. انت هتفهمهم ازاي؟ مديرك هتتعامل معاه ازاي؟ لو انت اشتغلت في مكتب او اشتغلت في بنك او اشتغلت كاستمر كير في اي مكان هتتعامل ازاي؟ قول لي. لو انت بقى عايز تتكلم عربي بس، عندك بقى الشارقه وعندك عجمان، اغلب الناس اللي فيها بيتكلموا عربي، بس برضه الشغل هيكون متطلب بالبيزكس بتاعت الانجليش، ولازم مستواك في الانجليش يكون على الاقل يكون ما بين مقبول لجيد. لكن ما تقوليش لا اصل اللغه مش مهمه، اصل دول مش عارف ايه، اصل دول مش عارف ايه. براحتك. انا بقول لك اعرف الاساسيات ليك انت. يعني انا مش بقول لك كده ليا انا، لا بقول لك ليك انت. هتتعلم لغه، هتفهم الدنيا، هتعرف لما تيجي تشتري حاجه هتبقى عارف دي ايه. اما تعرف تتكلم هتتكلم ازاي. انت ممكن تقول كلمه انت مش فاهمها، او ممكن اللي قدامك يقول لك كلمه انت مش فاهمها، هتفهمها ازاي؟ فدي حاجه ليك انت، اتس اب تو يو. يعني انت عايز تتعلم انجليش اللي مع نفسك، دي حاجه هتعود عليك بالنفع. واستثمارك في اللغه عمره ما هيضرك في شيء، ده بالعكس ده هينفعك وممكن يساعدك انك تلاقي فرصه كويسه. انت ممكن هنا بالكوميونيكيشن بتاعتك ربنا يوفقك ويدبر لك امرك في الناس، تتعامل او تتواصل مع ناس معينه تنقلك من نقطه لنقطه ثانيه، تطلع من وظيفه لوظيفه ثانيه. واغلب الناس اللي جيت لقيتها هنا بتشتغل في اماكن كويسه وعايشه في اماكن ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا يحفظهم ويسددهم، ان هم عرفوا يعملوا شبكه علاقات قويه جدا، وفي نفس الوقت مستواهم في الانجليش كويس. بعد كده مستواهم في الخبره العمليه اللي كانوا جايين بيها من هنا، بالاضافه للخبره العمليه خدوها هنا من البلد. ده بعد سنتين ثلاثه انت بتبتدي بقى تحط رجلك على ارض صلبه، تبقى عارف انك بتيجي تدخل مكان انت بتنجوشيت على كام، او ان انت عارف هتبتدي ازاي، او انت بتعمل ابجريد لحياتك، بتعمل ابجريد للاكل اللي انت بتاكله، بتعمل ابجريد للفسحه بتاعتك، بتعمل ابجريد لللبس اللي انت بتلبسه، بتعمل ابجريد للسكن اللي انت فيه، بتعمل ابجريد لناس معينه انت بتتعامل معاها. فكل دوت هو طبعا بفضل وتوفيق من ربنا. بس انت لو مستواك في اللغه مش كويس، لو انت مش عارف تبني شبكه علاقات، ما انت بالفعل اللغه هي اللي هتساعدك تبني شبكه علاقات. تمام؟ وبشغلك هتقدر انك تعمل شبكه علاقات. شغلك ده هتلاقيه ازاي؟ هتلاقي حاجه اساسيه كده مكتوبه لغه انجليزيه، دور على لينكد ان وشوف الناس، شوف الحاجات المطلوبه. كان معاكم احمد موسى. تشير الفيديو دوت، لايك سبسكرايب شير مع صاحبك اللي مسافر الامارات، وقول له لو انت جاي اصبر، لان الدنيا هنا مش سهله، الدنيا هنا عايزه صبر. ودعواتكم ليا بالتوفيق والسداد في كل اللي جاي، ودعواتكم كده ان ربنا يوفقني ان شاء الله. سلام.